كلوب اللي هو عامل لنفسه أسطورة كبيرة في ليفربول نتائجه بهذه الهزلية الأيام القليلة اللي قبل ما يمشي فيها. خذ الحكاية من أولها. يورجن كلوب من بعد 22 ما كانش حابب ان ساديو ماني هو اللي يمشي، لا، كان يورجن كلوب رأي آخر. من بعد 22 يورجن كلوب كان طالب صلاح اللي يمشي ويبقي على ساديو ماني، ولكن الإدارة قالت الجماهير مش هتسمح بحاجة زي كده. تعالى يا عم يورجن كلوب، انت ايه وجهة نظرك انك انت عاوز تمشي محمد صلاح وتبقي على ساديو ماني؟ قال لهم انا محمد صلاح ما قدرش يوصل كاس عالم، ساديو ماني وصل كاس عالم، لاعب وصل كاس عالم، ازاي انا امشيه من النادي عندي؟ كانت وجهة نظر يورجن كلوب، ولكن دون رد على إدارة ليفربول، ما أقنعهمش، لأن عارفين ومتأكدين إن جماهير ليفربول مش هتقتنع بالرد دون. ولكن العقل الباطني أو في باطن يورجن كلوب إن محمد صلاح نجمه سطع على كريمة يورجن كلوب، فطبعا هو عايش المملكة لوحده. يورجن كلوب هو اللي عامل أسطورة في ليفربول الحديث، ازاي محمد صلاح يشاركوا فيها؟ ما ينفعش. فطبعا حب يطيح بمحمد صلاح، ولكن إدارة ليفربول كانت واعية جدا، فقالت له محمد صلاح خط أحمر. بعد ما مشي ساديو ماني يورجن كلوب أعلن رحيله عن ليفربول. لذلك محمد صلاح بيقول إيه؟ محمد صلاح في التصريح بتاعه بعد المشكلة أو المشاجرة اللي حصلت بينهم ما بين بعض بيقول أنا لو اتكلمت الدنيا هتولع. مش هتولع ولا حاجة يا أبو صلاح، كل حاجة مفهومة وكل حاجة مركزين فيها. يورجن كلوب مش حابك تكون في النادي معاه على آخر أيامه، كان عاوز يطيح بيك ويبقي على ساديو ماني، ولكن الإرادة الإلهية تحبب فيك الجماهير وترغم الإدارة إنها تبقي عليك وتقول محمد صلاح واليورجن كلوب برا. لذلك يورجن كلوب من بعد ما مشي ساديو ماني أعلن رحيله عن ليفربول. خلينا بقى في مشكلة حسام حسن أو أزمة حسام حسن اللي عملها لنفسه. حسام حسن أنت بتتكلم بتقول ما عندناش كورة، ما عندناش دوري. طب ما أنت كنت من المساهمين في الدوري بصفة أساسية، كنت مدير فني، فين إنتاجك أنت كمدير فني في الدوري المصري؟ النهاردة بتتكلم بتقول مفيش لعيبة بتعرف تستلم وتسلم. الكلام دون ما يطلعش من واحد زيك، الكلام دون يطلع من واحد أجنبي. إنما أنت تقول الكلام دون معنى كده إنك أنت مش قد مسؤولية المنتخب الوطني. فين شغلك؟ فين تكتيكك؟ فين السنين اللي مضيتها كلها لاعب ومدرب وحاليا مدرب المنتخب المصري؟ لما تتكلم كلام زي دون عاوز تكسب أفريقيا، عاوز توصل نهائيات كأس العالم، من فين؟ لما مدرب في حجمك يصرح التصريحات دي ويقول أنا ما عنديش لعيبة، أمال هتلعب بمين؟ ما تقدم استقالتك عشان خاطر ما حدش يتكلم عليك ولا يزايد عليك. إنما تصريحك دون حسام حسن تصريح غير مقبول في وقت غير مناسب. مشكلتك حسام حسن مع محمد صلاح أثناء تحليلك للمباريات المنتخب كنت دايما تتكلم على محمد صلاح بالسلب. إزاي حاليا مستميت عليه؟ ما أنت ما كنتش بتذكر محمد النني خالص في حواراتك أيام ما كنت بتعقب على مباريات المنتخب. جيت استبعدت محمد النني مرة واحدة وسببك كان واضح وأنا أيدتك في السبب دون. إنما تتكلم على محمد صلاح بالسلب وبعد كده تستميت عليه لما تمسك المنتخب، لا، لازم تراجع نفسك. حسام حسن
في تصريحاتك، في كلامك، في تعاملك مع الإعلام، في تعاملك مع الصحفيين، في تعاملك مع الكباتن الكبار اللي في حجم محمد صلاح. بالنهاية أنا بقول حسام حسن مجمل كلامه هو عاوز يوصل لنا رسالة أو للجماهير رسالة، محتواها بيقول لك إذا كنت أهلاوي ولا زملكاوي المنتخب فوق الأهلي والزمالك، بس ما عرفش يوصلها بطريقة شيك.